السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة عالم وصفات زينب ومع فيديو جديد إن شاء الله. كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نديكم معايا لمدينة سلا وبالضبط بمنطقة الولجة المعروفة بالصناعة التقليدية بصفة عامة وبصناعة الفخار بصفة خاصة. الجوله ديالنا غتبدا مع صاحب هذا المحل اللي تفضل مشكور وعطاني بزاف ديال المعلومات عن بعض الاواني اللي كنا كنشوفوهم في الحقيقه وما كنعرفوش ليش كيصلاحوا. مثلا هذا الاناء هذا هانتوما شفتوا الشكل ديالو، كيدخل الفران كنديروا فيه الرز ولا خضار وهكذا كنديروا فوق منه القطبان بهذه الطريقه هذه وكندخلوه للفران. وكاين بالنسبه لهذا البراد بالكويسات ديالو، كاين في السامبل وكاين في اللوينات. هذا الاناء هذا الجميل خاص بشيء الاعشاب او ليتيزان. بالنسبه لهذا الاناء كما كتشوفوا هكذا مفوه من جميع الجوانب، فهو خاص بالثومه. كيف ما كتعرفوا الثومه كيخصها تحط في شي حاجه تكون مفوهه باش ما تخسر شيء. وهذا الاناء خاص بالزيتون، كيف ما كتشوفوا فيه واحد البليصه كنديروا فيها العظم ديال الزيتون والبلاصه اخرى كنديروا فيها الكوردون. غادي نكملوا الجوله ديالنا وغادي ندخلوا المحل اخر. هذا المحل هذا اللي في الحقيقه عجبني بزاف، ماشي اقل اهميه من المحل الاولاني. غير هذا المحل خاص بالمحابق، الاشكال والانواع ديال المحابق هانتوما كما كتشوفوا معايا في الصوره، اشكال زوينه بزاف ومتناسقه واحجام مختلفه كترضي جميع الاذواق. هانتوما نخليكم مع الصور وغادي نخليكم تكتشفوها بنفسكم.
سبق لي قلت لكم المنطقه ديال الولجه ما معروفاش غير بصناعه الفخار، معروفه بزاف ديال الصناعات الاخرى كصناعه الحديد، صناعه القصب وصناعه ديال الدوم. في هذا المحل هذا غادي نشوفوا مع بعضنا بعض الاشكال وبعض الاواني المصنوعه من الدوم، جميله بزاف وديكورات مختلفه كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، اشكال متنوعه وجميله جميله بزاف كتبدع فيها يد الصانع التقليدي المغربي. نخليكم مع الصور. الجولة اللي حاولت نشارك معكم من المجمع الصناعة التقليدية ديال الولجة وصلت النهاية ديالها، واخا باقي بزاف ما يتشاف. كنتمنى انكم تجيو بنفسكم وتزوروه وتكتشفوا جميع الانواع ديال الصناعة التقليدية بنفسكم. كالعاده ما سخيت شي بكم، خليت لكم الهنا والتيسير، ومره اخرى ان شاء الله.